ندخل على اللوبس. مفيش طبعا امتحان برمجه بيخلو من اللوبس، مفيش، انسى يعني ما تحاولش. طيب ايه اللوبس؟ عندي فور لوب، عندي وايل لوب، عندي دو وايل لوب، كل حاجه دي بتكرر تكرار تكرار، حاجه فيها تكرار. طب انا التكرار ده احتاجه امتى؟ التكرار ده احتاجه لو انا مثلا عايز اطبع فاريبل. هل ده احتاج لوب؟ لا. هقول اكس بخمسه اطبع سي اوت اكس بخمسه. طب لو عايز اطبع 1000 فاريبل، عايز تكتب 1000 سطر، طب هطبع 100000 فاريبل. عايز تطبع 100000 سطر؟ لا. قال لك بص خليك تكتب جمله واحده تطبع بيها ال 100000 دي. اطبع 100000 سطر بجمله؟ اه. ليه؟ انا استفدت ايه عندي هنا؟ استفدت ان انا لو بكتب برنامج بيكرر ما اكتبش 100000 سطر، اكتب سطر واحد خلاص. يبقى انا هنا لما اجي اقول لك رايت سي بلس بلس بروجرام تو برنت 100 نمبر، 100 رقم، 100 رقم ستارت فروم 0 تو 100 مثلا، او تو ل 99 عشان يبقوا 100 رقم. هتكتب لي بقى 100 سي اوت؟ لا، هتكتب لي جمله واحده فور لوب واحده، واقول لك ازاي دلوقتي. طيب من اهم الحاجات اللي محتاج تعرفها السنتكس بتاعها، انا اكونها ازاي. انا عندي هنا حاجه اسمها انيشاليزيشن، بكتب فور وافتح قوس انيشاليزيشن. هبدا منين؟ كونديشن، ايه الشرط اللي لازم يتحقق عشان ينفذ اللي جوه البادي بتاع اللوب. والابديت، ايه الابديت ده؟ ان كل مره ايه اللي هيحصل. تمام. طيب واكتب هنا اللوب الكود اللي انا عايز اكتبه. يبقى انا فور بكتب هنا انيشاليزيشن ولازم السيمي كولون، كونديشن لازم السيمي كولون، الابديت وبفتح كل بريسز كده واكتب الكود واقفل واكتب هنا الكود اللي انا عايزه. طيب ايه الايرورز اللي ممكن تظهر عندي هنا لو انت يا استاذ جيت نسيت السيمي كولون دي او السيمي كولون دي؟ ايرور. طب لو انت جيت هنا قمت عامل لي سيمي كولون هنا، تدي ايرور؟ لا، تكرر مره واحده. ايه ده؟ تريكات بقى. يعني اللوبه دي لو انا عامل شرط يكرر 100 مره، وجيت انت بعد ما كتبت الفور قمت عامل سيمي كولون، كرر مره واحده، مره واحده بس. طيب تعال نطبق الكلام ده. لو انا جيت اديك مثال هنا، لو انا هطبع واقول لك برنت لي هالو وورلد 3 مرات، تقول لي بس سهله. ادي هاش انكلود اللي احنا بندخل حافظينها اصلا، يوزنج نيم سبيس انت مين وريتيرن زيرو اهي وخلاص واسكت. ها، تقول لي هكتب 3 جمل سي اوت، سي اوت هالو وورلد، ولازم تشوف انا كاتب بين ايه، بين تو كيرلي بريس. بص بص بص، تشوف الكودز، شوف الكودز عشان اقول لي دي جمله. طب وانا لو شلت دول هيفهم انها فاريبل، ده مش فاريبل، ده مش متغير. طيب واحد يقول لي ايه ده؟ في باك سلاش ان، باك سلاش ان دي معناها انا بقول لك اكتب هالو وورلد وسيب سطر عشان تكتب دي بعدها، وسيب سطر عشان تكتب دي بعدها، لازم؟ لا. طب لو شلتها، لو شلت الباك سلاش ان دي هتلاقوا 3 جنب بعض. الحاجات دي بتبقى جماليه شويه يعني، انا مش مهتم قوي بيها، تكتب اند لاين او تكتب الباك سلاش ان دي. طيب هالو وورلد ادي مره اتنين تلاته اوكي، اربعه، وقمت قايل لي ريتيرن زيرو. ايه ده؟ هو انا ممكن اعمل سيمي كولون واكتب ريتيرن زيرو جنبها وسيمي جنبها، ممكن تكتب الاسطور جنب بعضها مفيش مشكله عشان لو الورقه بتاعتك ما كفتش. طيب دول لو 4 سي اوت. طب يلا 100، اكتب لي 100 جمله، مين قاعد لك بقى الكلام ده؟ طيب انا هعمل فور لوب. طب فور لوب تعمل ايه؟ بص معايا، هقول لك انت مين. فور الاي ايكوال زيرو، ماشي، دي الستارت دي الانيشاليزيشن. الشرط ان الاي دي تكون اقل من 5. اوكي. وكل مره زود لي الاي بلس بلس. ايه الاي بلس بلس دي؟ زودها لي بواحد. يعني ايه؟ يعني اول مره الاي بصفر. بص معايا كده اهو، هنرفع صورتنا فوق شويه. ها، الاي ايكوال زيرو. هل الزيرو، بص يدخل هنا بقى كونديشن، هل الاي، ما الاي دي عشان احط زيرو بقى، هل الزيرو اقل من الخمسه؟ ايوه ايوه اقل والله. صح. طيب ها، يدخل جوه يطبع لي هالو وورلد. يبقى انت ادي تخيل دي بتاع السكرينه بتاعتك اهو، يكون طابع هالو وورلد، ويقوم طالع يشيك على الكونديشن دي، يزود واحد في هنا اي بلس بلس اهي اهي في اي بلس بلس. يبقى الاي هنا هتبقى بكام؟ الاي هتبقى بواحد. هل اي ادي اي، خلينا نكتبها لك هنا اهو. الاي هنا هتزيد تبقى بواحد، ما اي بلس بلس زود معناها زودها بواحد. يبقى الواحد، هل الواحد ستيل اقل من الخمسه؟ اه اقل من الخمسه والله، الواحد اقل من خمسه. يبقى طابع هالو وورلد التاني، يدخل جوه اللوبه يطبع هالو وورلد التاني، يقوم مزود واحد بقت اتنين هالو وورلد. ها، تلاته هالو وورلد، اربعه هالو وورلد، خمسه مش هالو وورلد بقى لا خلاص. هل الخمسه للزان خمسه؟ لا، يقوم خارج مش هينفذ اللي جوه ده. يبقى الهالو وورلد دي هتتنفذ كم مره؟ 5 مرات. زيرو واحد اتنين تلاته اربعه، 5 مرات. تبقى 5 مرات. هل انا كتبت 5 جمل، 5 جمل عشان اطبع على اللور؟ لا، هي مره، هي دي اللي كده مفيش غيرها. يبقى انا طول ما الشرط بتاعي ده بيتحقق انا تمام وهيطبع خلاص. طيب هل لازم تكون اي بلس بلس؟ اي بلس بلس معناها زود كل مره واحد، ممكن تبقى اي ماينس ماينس. يعني ممكن الاي دي ابداها لك ب 4
او بخمسه مش هتفرق، واقول لك ان الاي اكبر مثلا من الصفر، واقول لك اي ماينس ماينس. تبتدي من الاي، هل الاربعه اكبر من الصفر؟ اه، اطبع ثلاثه. ما كل مره هتقل واحد بقى، اتنين، واحد، زيرو، اقل من زيرو لا يقوم خارج. خارج ايه؟ ريتيرن زيرو، خلاص يخلص. تلاقي هلو وورد طبعت لك خمس مرات. طب عايز 10، خلي دي 10، 20، 30، 40، براحتك بقى. طيب، يقول لك لا، ما مش لازم كل مره تزودها اي بلس بلس، مش لازم كل مره بواحد، ممكن تقولي اي ايكوال اي بلس 2. ها، اي اي ايكوال كل مره هزودها باتنين، تلاته، اربعه. وخلي بالك الاي بلس ممكن تكتب بفورم تاني، اي بلس ايكوال 2. دي معناها ايه؟ اي بلس ايكوال اي ايكوال اي زائد 2. اوكي طيب. لو دخلنا على الفور لوب دي، بدأنا الاي بواحد، وخلي بالك لازم تكتب انيشاليزيشن جوه هنا. هل ممكن اقول هنا الانت اي ايكوال 1 واقول هنا الاي هنا على طول؟ اه ينفع. طيب، اي ليس ذان اور ايكوال 5 اي بلس بلس. اوكي، ابدا الواحد. ها، هل الواحد، ابدا من الاول بقى، هل الواحد اقل من الخمسه؟ اه. هو مش يساوي، هو اقل من، يقوم طبع اي. الاي هنا بكام دلوقتي؟ بواحد. يعني هو ادي ادي السكرين اهي بتاعتنا. هل الاي ايكوال 1؟ اه. او قال لك ان الاي 1، هل الاي اقل من او يساوي 5؟ اه اقل من او يساوي، اقل اه. اطبع الاي اللي هي بواحد، يقوم طابع واحد، يقوم مزودها بواحد، ها بقت باتنين. هل الاتنين اقل من خمسة؟ اه اتنين. ها، اقل من خمسة؟ تلاتة، اربعة، خمسة. اه هي مش اقل من، بس ايكوال، انت حاطط ايكوال، فهيقوم طابع الخمسة كمان. طب لو شلت الايكوال مش هيطبع الخمسة، يقوم خارج بره خلاص. خلاص، يقوم واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. لو مفيش ايكوال، في ايكوال تبقى خمسة. اوكي طيب. اجي اقول لك مثلا حاجه زي دي، انت الريزلت ريزلت الان بخمسه، وراح معرف فاريبل اسم واحد. اوكي، دخل هنا قال لك الاي ايكوال 1، والاي للزان اور ايكوال ان. طيب، هنا هيعمل ايه؟ حد عارف؟ يعني ال البرنامج ده مشهور قوي. فاكتوريال. فاكتوريال، مضروب. عارف المضروب؟ فاكر المضروب في ثانويه عامه كنا بناخد ايه؟ يقول لك عايز الفاكتوريال بتاعت الخمسه، اللي هي خمسه في اربعه في ثلاثه في اتنين في واحد. السؤال ده مشهور جدا، مفيش امتحان برمجه بيخلو منه يعني. طيب، قال لك الاي بواحد. طيب الاي اقل من ان، والاي بلس بلس، والريزلت في ايكوال واي. يعني ايه الريزلت في ايكوال واي؟ معناه ان الريزلت بيساوي ريزلت في اي. طبعا انا بشرح لك، اوعى تعمل زي كده تقوم معرفه فوق بريزلت تكتب تحت ريز، لا، تكتب نفس الكلمه. يا تكتب ار يا تكتب اي، لك تكتب ريزلت بس لازم تحت كمان تكون ريزلت. اوكي طيب. انا بختصر لك بس عشان الوقت. طيب، ايه الريزلت في ايكوال اي دي؟ بص يا استاذ، انت اول مره الاي بواحد. اوكي، ادي الاي ب1. هل الاي اقل من او تساوي الان اللي هي بخمسه؟ اه هي اقل من، الشرط ده ترو. ادخل يا باشا. يقوم رايح في الميموري حاطط الريزلت، هتساوي الريزلت في اي. هي الريزلت اول مره بكام؟ بواحد. ها، في الاي، واحد في خمسه بخمسه. اوكي طيب، اللي بعدها الاي هيزودها بواحد، بقت باتنين. هل الاتنين ليس ذان اور ايكوال خمسه؟ هل الاتنين ليس ذان؟ هي ليس ذان، الاتنين اقل. يقوم واخد الريزلت دي برضو ضاربها خمسة في أربعة. طب وبعدين؟ هم. ثم الآي هيزودها تبقى بتلاتة. هل التلاتة للزان الخمسة؟ يقوم واخد خمسة في الأربعة، يقوم ضاربها في الآي بقت بتلاتة. خمسة في أربعة في تلاتة، ناقص اتنين، زود الآي. هم. الآي بقت بأربعة. هل الأربعة للزان أور إيكوال؟ هي للزان. يبقى خمسة في أربعة في تلاتة، هكذا. ها، الآي لحد ما يوصل إن الآي اقل من او تساوي الان، لحد ما توصل للخمسه. تمام، ويبقى الريزلت بتاعك خمسه في اربعه في ثلاثه في اتنين في واحد. تمام طيب. ماشي. عندنا برضو برنامج تاني بيقول لك مثلا انت السم ايكوال زيرو. السم ايكوال زيرو. قال لك فور الاي ايكوال 1، والاي ليس ذان اور ايكوال 3، والاي بلس بلس. طيب هنا هو عايز ايه؟ كنا بس نمسح دول كده. طيب، هنا هو عايز ايه؟ قال لك انت السم ايكوال زيرو، والاي ايكوال 1 اهو. الايب 1 ماشي، وهنا عمل حاجه يخزن فيها، حطها بصفر ما اعرفش هيحط فيها ايه. الايب واحد، والاي اقل من او تساوي 3. طيب كلام جميل، اوكي. والاي كل مره بلس بلس. ماشي. طيب، وقال لك السم بلس ايكوال. بلس ايكوال دي معناها ايه؟
معناها الصم بيساوي صم زائد اي. طيب كلام جميل ماشي. يبقى انا الصم اول مره الاي بواحد، هل الواحد اقل من او يساوي 3؟ اه. ايوه الواحد اقل من التلاتة. هيقوم داخل هنا جامع على الصم القديم اللي هو بصفر زائد الاي اول مره كان بواحد، يبقى زيرو زائد واحد، يبقى هيحط في الميموري هنا ادي الصم هيكون فيها واحد. طيب ويطلع يشيك يزود على الاي واحد بقت باتنين. صح بقت باتنين. طب هل الاتنين للزان اور ايكوال تلاتة؟ اه للزان، يقوم داخل جامع عليها جوه، ما انت قلت له الصم زائد اجمع عليها الاي كل مره، يبقى اجمع زائد اتنين زود عليها واحد بقت بتلاتة. هل التلاتة أقل من أو تساوي؟ هي إيكوال، هي تساوي، فينزل ينفذ يجمع عليها تاني يبقى زائد تلاتة. يزود بقى بأربعة، هل الأربعة أقل من أو تساوي تلاتة؟ لا، يقوم خارج. بمنتهى البساطة. أوكي. طيب أول حاجة، أو نكمل الريزلت. قال لك ايكوال 1، الاي ايكوال 1، والاي ليس ذان اور ايكوال 4، والاي بلس بلس، كل مره تزود واحد زي اللي قلناها فوق. الاي الريزلت او الريزلت قال لك انها الريزلت اهي ايكوال واحد، مفيش مشكلة ماشي. كل مرة يدخل يضرب فيها، ها ادي الاي في 1، هل ال 1 اقل من الاربعة؟ اه اقل من، يقوم داخل قايل لك الريزلت بتساوي الريزلت القديمة في اي، والاي دي كل مرة هتزيد. خلاص. طيب يبقى هيضرب واحد في اتنين في تلاتة في اربعة. شوف بقى الناتج بتاعها كام. طيب لو عندي وايل لوب، وايل كونديشن. ايه الوايل كونديشن دي؟ الوايل دي تكراريه زي الفور لوب بالظبط، بس على فكره الناس بتفضل الفور لوب شويه، بتحسها اسهل شويه. طيب الوايل بتتكتب ازاي؟ بنكتب وايل ونفتح قوس ونفتح كل بريسز هنا ونكتب هنا الكود. الكود بتاعنا بيكون هنا. طيب امال فوق بكتب ايه؟ هنا بكتب الكونديشن، الشرط بتاعي. شفت الاف لما كنا بنكتب اف وافتح القوس واكتبه هنا، هكتب هنا الكونديشن. طيب وايل ان مثلا الثلاثه اكبر من الثلاثه اقل من الاربعه، اه فعلا يخش ينفذ اللي جوه. هوريك دلوقتي. ادي وايل كونديشن، بفتح واكتب البادي هنا واقفل. خلاص. وانس طبعا اعمل الابديت عشان ما تدخلش في حاجه اسمها انفينيت لوب. طيب دخل قال لك ان انا عندي يوزنج نيم سبيس اس تي دي انت مين، مفيش مشكله الاي ب 1، وراح داخل في الوايل بقى. قال لك ان الوايل الاي ليس ذان اور ايكوال 5، السي اوت الاي كل مره، وزود كل مره الاي بلس بلس. طيب يبقى انا اول مره الاي بواحد، وايل، ها وايل شيل الاي وحط واحد، هل الواحد اقل من او يساوي خمسة؟ اه هو اقل من. يقوم داخل طابع الاي اللي هي دلوقتي بكام؟ بواحد، يقوم طابع لك واحد، ثم مزودها واحد اي بلس بلس. طبعا لو نسيت دي، لو نسيت دي هتفضل طبعا ترو، لان الاي مش هتزيد، هتفضل دي اقل دايما، لان انت قايل لها عامل لها ديكلاريشن انها بواحد، او مديها انيشاليزيشن انها بواحد. طيب زود واحد بقت باتنين، هل الاتنين اقل من الخمسه؟ اه يقوم طابع اتنين. زود واحد بقت بتلاته، هل التلاته اقل من الخمسه؟ يقوم طابع تلاته. والاربعه والخمسه السته لا، يقوم خارج مش هطبعها لانها مش تبقى ترو. يبقى يطبع من واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. اوكي. طيب والانت اي ايكوال 1. اوكي يوزنج نيم سبيس ماشي. هنا لو هبتدي ان انا اشتغل دو وايل. الدو وايل بتتكتب ازاي؟ بصوا معايا. وايه الفرق بينها وبين الوايل؟ لان في فرق كبير بينها وبين الوايل. طيب الدو او الدو وايل، بكتب دو وبعدين بفتح قوس كده واقول سي اوت مثلا الاي واعمل الابديت اهو، واقفل القوس وبعدين اكتب وايل ان الاي، بكتب الشرط تحت وايل ان الاي ليس ذان اور ايكوال 5، واعمل سيمي كولون هنا، اوعى انسى السيمي كولون دي. طيب ايه الفرق بين الوايل والدو وايل؟ ان الدو وايل بتتنفذ على الاقل مره لو الشرط مش متحقق. يعني ايه الشرط مش متحقق؟ يعني هنا الاي اقل من او تساوي 5، هي فعلا اقل من، لان هو قال لك الاي هنا بواحد. طيب هي لو مش متحققه بمثلا، اطلع شوف الوايل تاني كده. هنا انا قلت لك ان الاي اقل من الخمسه، وفعلا الواحد كانت اقل. لو قلت لك الاي دي ب 10، 10، طب هل ال 10 من الاول اقل من او تساوي 5؟ لا. اذا اللي جوه ده كانه مش شايفه، مش هيطبع حاجه، مش هيطبع حاجه خالص، لانه فولس من الاول. طب تعالى على العكس في الدو وايل. في الدو وايل لو انا هنا قلت لك لا بص بقى ان احط الاي اللي فوق دي ب 10، هتقول لي طب تمام. هيقوم داخل دو سي اوت، هيقوم طابع، هيطبع 10 اللي هي اصلا المفروض الشرط بتاعها فولس، وبعدين ينزل يقول لك اه ده الشرط ده فولس، اذا انا مش هزود حاجه، مش هكمل تاني، طبعتها 10 مره.
عكس الوايل. يبقى الدو وايل بتتنفذ على الاقل مره، على الاقل مره، لازم مره. طيب يبقى انا الدو، نرجع بقى للمثال بتاعنا. هم. ادي الدو، الاي بواحد، دو سي اوت اي هيطبع واحد، بعدين ينزل يزود واحد بقى باتنين. هل الاتنين ليس ذان اور ايكوال؟ اه. يقوم طالع طابع اتنين. تلاتة، يقوم طابع تلاتة، يقوم طابع أربعة، يقوم طابع خمسة. أوكي، هي نفس المثال اللي فوق، بس على الدو وايل. يقول لك إيه الفرق بين الوايل والدو وايل؟ الدو وايل بتنفذ مرة على الأقل حتى لو الشرط كان فولس مش متحقق. طيب الأريز، ليه أري؟ ليه كان فور؟ عشان لو عندي تكرار. طب ليه أري؟ لو عندي مجموعة من الداتا تايب من نفس النوع. الاري هي كوليكشن اوف داتا سيم داتا تايب. بمعنى لو انا قاعد في امتحان، او بقول درجات كويز وكله جايب صفار كالعاده، وبقول له محمد صفر، خالد صفر، اسلام صفر، وليد صفر، محمد اسلام صفرين، اي صفار. لو انا عايز ادخل الداتا دي على برنامج، فاقول له يا استاذ صفر 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 صفر، لا. او اكتب هم 100 طالب، اكتب 100 جمله، اكريت 100 فاريبل. ما انا عايز ادي كل واحد واحد باسم، فاريبل باسمه. هقول له اسلام مثلا، انت اسلام ايكوال صفر، وانت احمد، وانت مي، وانت سعاد، وانت اي كلام، انت 100 واحد. اخد 100 مكان. طيب واما عاوز اطبع درجه كل واحد، اقول له سي اوت اسلام، سي اوت احمد، سي اوت خالد، سي اوت سي. طب ليه؟ طب ليه انا ممكن اعمل مكان واحد او مكان كبير اسميه باسم واحد، ويبقى احط فيه كل درجات الفصل. ينفع؟ والله ينفع. اه، حاجه اسمها اري. اري. يبقى امتى في الامتحان اقول ان دي اري، او اعرف ان انا هستخدم اري؟ لو انا عندي مجموعه داتا، لو قال لك خد داتا خمس طلاب ولا ست طلاب، ادي الاري. طب الاري اكريت ازاي الاري؟ بص يا استاذ، الاري تاني بقول جروب اوف داتا فروم سيم داتا تايب. يعني الاري دي ممكن تكون كلها انتجر، احنا خمس طلاب، خمسه انتجر، هناخد ارقام صحيحه. فهقول لك انت وليكن اي ار ار. ايه الاي ار ار دي؟ اسم الاري، سميها اكس، سميها دب، سميها اف، سميها خالد، سميها س صاد عين، اللي انت عايزه. وبكتب، بفتح قوس وبكتب هنا خمسه. ايه الخمسه دي؟ كام خانه؟ الاري دي كام رقم؟ الاري دي كام مكان؟ الدرج ده كام مكان؟ انا هنا دول خمس اماكن. واقوم فاتح قوس. لو انا عايز اكتب بقى، اكتب ال الاماكن، ما هو ده هيروح للميموري، هيقوم مقسمهم كده. تبدأ من حاجة اسمها زيرو، ايه زيرو؟ اندكس، الاندكس بتاعها بصفر. اذا بتبدأ زيرو، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. ايه ده؟ يعني ايه بيتكتب جواها زيرو، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة؟ لا، الاندكس بتاعها. الاندكس يعني ده اول رقم، ده انا هكتب اهو خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، واقفل. خمس ارقام، خمس ارقام. طيب هيقوم رايح اول مكان يقوم كاتب فيه خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. لو انا عايز اوصل لرقم خمسة ده اطبعه، هقول له سي اوت ايه؟ ها، اسم الاري ايه؟ اي ار ار. رقمها كام؟ الاندكس بتاعها كام؟ اندكس زيرو. ده يا استاذ اندكس زيرو اهو. طب لا، ده انا عايز اطبع اندكس 1، هطبع اقول له سي اوت اندكس 1، هيقوم طابع ده. يبقى انا عشان اطبع اي حرف من او اي حاجه من الاري لازم اقول له اسمها والاندكس بتاعها. طب لو قلت له سي اوت اري، ايرور. انا ما اعرفش ايه اري دي يا عم، مش متعرفه عندي، مش متعرفه عندي. لازم تقول لي الاندكس بتاعها كام. زيرو، واحد، اتنين، تلاته، اربعه، لازم تقول لي الاندكس بتاعها كام. دي اندكس زيرو، دي واحد، دي اتنين، دي تلاته، دي اربعه. اوكي طيب. طبعا الكلام ده يسرع على الفلوت ويسرع على الدبل، وهناخد هنتشعب في الكلام ده اكتر المرات الجايه. طيب وهنشوف اكتر امثله اكتر. طيب هديكلير الري السايز بتاعها خمسه، خمس اماكن، وهقول له انت اري اوف 5 فيها 2، 4، 8، 12، 16، اي كلام. طيب لو عايز اطبع الداتا بتاعت الاري دي، هتقول لي مثلا، ما انت قلت لي اهو سي اوت، يعني دي خمس ارقام، عايز اطبع خمس ارقام، فتقول لي سي اوت اي ار ار اوف 0، سي اوت اري اوف 1، 2، 3. طب دول خمس ارقام. طب يا عم دي ايه السايز بتاعها ب 100؟ تكتب لي 100 جمله؟ ما انا لسه قايل لك الفور فوق. يعني لو عايز اكرر ما استخدم فوق فور. طيب هخش اطبع برنت الاري، يقول لك برنت لي الاري، برنت لي الداتا بتاعتها، فاقول لك فور. تبدا منين؟ من اندكس زيرو. ما انا متفق معاك دلوقتي، يبقى لازم الاي دي تبدا من الصفر، والا هسكيب اول رقم. لسه متفق معاك الكلام ده. الاي ليس ذان الفايف، والاي بلس بلس كل مره، وسي اوت الاري اوف اي. يا عم الكلام ده، الاري الاي تبدا بصفر. فاول مره هيقول الاي هل الصفر اقل من خمسه؟ اه. يقوم طابع اري اوف صفر. الاري اوف صفر دي اللي هي كام؟ اللي هي 2. مش ده الاندكس بتاعها؟ مش هو هيروح يا استاذ، مش هو هيروح يعمل ايه؟
هيروح كده اهو، ادي الميموري، هيقوم مخزن، قسم، هيقوم كاتب هنا 2 4 8 12 16. ودي اسمها ايه؟ دي اسمها اي ار ار 0، اي ار ار 1، اي ار ار 2، 3، اي ار ار 3، واقفل اي ار ار 4. طيب الراجل هنا قال لك هطبع، هل الزيرو اقل من خمسه؟ اه، يقوم طابع الري في صفر، ماشي الاي يحط صفر، الري في صفر كان فيها اتنين، يطبع لك اتنين، زود واحد، وستيري الواحد اقل من الخمسه، ما هيزود واحد هنا، طبع اربعه، طبع 8، طبع 12، طبع 16. لما يجي يزود تاني يقول لك الاي ها بقت بخمسه، ما هنا هتبقى الاي بواحد، بزيرو، واحد، اتنين، تلاته، اربعه. تيجي عند الاي ايكوال 5، هل 5 اقل من 5؟ لا، يقوم خارج، ما يطبعش حاجه تاني، مش هيكمل بقى، ما انت حجمته هنا عند الاي اقل من خمسه. خلاص، وانت فعلا الاندكس بتاعك باربعه، فمن 0 ل 4. طيب في بعض الحاجات اللي ممكن نشوفها، بص، هنا قال لك انت اري وفتح قوس، وما قالكش هنا هي السايز بتاعها كام، بس دخل وكتب هنا خمس ارقام. هو كومبايلر لوحده بيعرف ان دي بخمسه، ما انت كتبت له خمس ارقام، يبقى مش شرط ان انا اكتب هي كام سايز. اوكي، ومش شرط على فكره ان انا اعمل لها انشاليزيشن، ممكن اعمل لها انشاليزيشن دي بالفور وهوريك ازاي. طيب جيت انا هنا بعد ما قلت له 2 4 و8، طبعا دي اندكس صفر، راح كده في الميموري كتب 2 4 8 12 16 بالترتيب زي ما قلنا. رجعت قلت له لا، الري في صفر ب 90، مش الاولاني ده، الري في صفر ده كان باتنين، اه، هيروح يقوم ماسح الشاطب على الاتنين دي وكاتب مكانها 90. تقول له سي اوت الري اوف زيرو، يقوم طابع لك 90. ايه ده؟ طب لو شلت الري اوف زيرو دي هيديك ايرور، لازم تقول لي الاندكس بتاعها كام. ها، اندكس اول واحده اهي زيرو اهي ب 90، المفروض بقى ب 90 دلوقتي. ها، دي باربعه، دي بثمانيه، دي الريف واحد، الريف اتنين، الريف تلاته، الريف اربعه. طيب في حاجه عندنا اسمها بوست انكريمنت وبري انكريمنت. طيب دي من انواع التريكات اللي بتيجي كتير في الامتحان، بجيبها كتير للطلبه، اقول له الاكس مثلا بخمسه، واقول له سي اوت اكس بلس بلس، اكس بلس بلس يطبع كام ده؟ اه، اكس بلس بلس يزود واحد فيطبع سته، لا يطبع خمسه. دي اسمها بوست انكريمنت. السطر ثم زود، اطبع وبعدين يبقى زود. يعني انا قلت سي اوت اكس بلس بلس، ورجعت قلت له سي اوت اكس تاني، السطر اللي تحتها هيطبع 6. طب الاول يطبع 5. طب لو انا عايزه يطبع 6، هتقول له بلس بلس اكس اهو، بص ده يطبع 6 على طول. يبقى البلس بلس لو بعد الاكس يطبع 5، لو قبل يطبع 6. لو انا جيت هنا مثال، قال لك الاكس 3، ومثلا اي مثال اكس 3، وقال لك الاكس هنا هتبقى اكس زائد 2. طب ما هي في الاكس الار ب 3، يبقى 3 زائد 2 بكام؟ ب 5، 5. وبعدين يقول لك الاكس ايكوال 5 في 2، ما هيشيل دي ويحط 5، ما هي اخر مره كانت ب 5، 5 في 2 ب 10، قام طبعا 10. خلاص، ان شاء الله في امثله وفي اسئله كتير ومراجعات اكتر ان شاء الله في طريق